السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. منورين ومشرفين في قناه البسيطه جدا. بحبكم في الله، دمتم في رعايه الله وحفظه. النهارده فيديو المشتريات بتاعت حاجه رمضان. كل الحاجات دي انا بصي، كل واحد بيجيب الحاجه اللي هو محتاجها. اهم حاجه عندي كلمه رمضان كريم، كل سنه وانتم طيبين. طبعا اهي دي الشكل بتاعها، كيوت واموره وحلوه وجميله. انا جايبه دي ب75 جنيه. رمضان كريم اهي اهي. ينعاد علينا وعليكم بالخير والصحة والعافية يا رب، اللهم امين. انا جايبة دي ب75 جنيه اهي. الفاتورة بتاعتها 75 جنيه. دي اول حاجة انا جبتها في مشتريات رمضان. طبعا طبعا انا حبيتها، كان في منها الهلال والنجمة واشكال كتير اللي حضرتك بتحبيه واللي تتخيليه واللي بتتمنيه هتلاقيه، اللي انت نفسك فيه بتجيبيه. بصوا بقى، هنبدأ مع بعض ونقول بسم الله ونشوف المشتريات اللي احنا جبناها مع بعض. اول حاجة انا جبت ده كيس، وجبت معايا دول الخشب دول. جايبة الواحد ب50 جنيه. انا جايبة الشكل ده والشكل ده اللي كان موجود ومتوفر. ده الاكل الفطار طبعا. بصي الحاجة دي انا محتاجاها. الحاجة دي اللي انا محتاجاها، اللي انا محتاجته هو ده اللي انا جبته. دي كده اول كيس معانا. وجبت ده الصينيه الدانتيل دي كان عليها رسومات رمضان، بس انا ما جبتهاش بصراحه. انا قلت استكفيت بالحاجه اللي موجوده معايا. ليه؟ انا بجيب الحاجه اللي انا بحتاجها في يومي عشان ما اكلفش نفسي كتير واروح اجيب اللي عليها دانتيل رمضان، الرسمه بتاعت رمضان، واستخدمها بس في رمضان. تمام. انا ممكن اجيب خياميه واحطها وتبقى دي بتاعتي. دي كده الصينيه انا جايبه منها ده والاوف وايت البيضه دي، الواحده كانت عامله 20 جنيه. وجبت طبعا ده بتاع رمضان اهو. كده في حاجه ناقصه. ده كان فيه، بيبقى فيه بصي دي بتعلق فيها كده الفانوس بتاع رمضان، بس هي تقريبا هي وقعت، ممكن يكون عشان بس الحاجه دي. انا الحاجه دي مش جايباها النهارده بس. ايه يا بودي؟ لا دي استنى. تحية ماشي ماما، تحية ماما ماشي. افتح ايه ده عايزه؟ اه ايش هو مش هينفع عشان ده انا مش جايباه اللعب، انا جايبه لك فانوس للعب. تحته يا ماما، تحته النهارده انا من السنه دي انا هحاول ان انا اخلي احمد ابني يصوم. هو عنده 5 سنين. هو ده كده بيبقى الشكل ده اهو. بس هو بقى بتنوري يا ماما، تحينه البتاع بتاعه اهو. تحينه. دي كانت ب65. بعدها باسبوع خلصت من المحل ورحت اشتريت واحده غيرها. بصي بقى، ده انا هرفع معايا الستاند هنا كده عشان تشوفي الشكل بتاعه، لان هو الحبل بتاعه صغير خالص. ده الكورنر اللي انا اصلا هحط فيه ده، او اعمله عكس كده، بس مش هينفع ان هو يبقى عكس. بس الستاند طلع صغير عليه كده، وهحطها كده بتنور وشكلها كيوت. ورمضان كريم وفانوس رمضان، كل سنه وانتم طيبين. هو ده اللي كان بتاعها. انا جايباه يوم ما استهويت ان انا اجيب ده، جبته عشان المكان ده. نكمل مع بعض بقى حاجه رمضان. ايه يا حبيبي؟ ماما اهم حاجه بقى المصحف. جبت المصحف ده ب40 جنيه برضو، ذكرى حلوه رمضان مع المصليه والاجواء الرمضانيه اللي ناويه ان شاء الله هعملها. المصحف ده انا فتحته. المصحف ده بيتفتح كده كده، كيوت وامور. وده المصحف الصغير بتاعه. حاجه رمضان، عايزه اعمل روحانيات جميله تكون موجوده معايا في رمضان. دي بقى كده المصحف جبته ب40 جنيه. وعندي برضو كيوت
حاجه تانية نفس الشكل ده. عندي ده بيبقى في اسبوع، ممكن تجيبيه من اي مكان، مصحف صغير شكله حلو وشكله جميل، ممكن تحطيه لو انت عندك المصليه بتاعت الكحلي، وتجيبي المصحف اللي هو الكحلي ده لو انت ما عندكيش امكانيه ان انت تجيبي الحاجات التانية. وجبت كمان ده مشتريات رمضان ده، دي كده ب15 جنيه الواحده مش الاتنين، دي فيها شكلين اتنين. دي بتتلزق دبل فيس على الحيطه. رمضان كريم ده في المطبخ طبعا. ومعايا ده كمان اهو، واحد ب15 جنيه. احطه هنا. وجبت كمان، بس بصي الحاجات دي انا جبتها، ده انا عندي دبل فيس عشان الحاجات دي طبعا، لانك لازم هتستخدمي دبل فيس اهم حاجه. جبت كمان الكيوت ده اللي هو كسترات رمضان بالشكل ده، ممكن تحطيها دبل فيس وتعليها على الحيطه. فنانيس بقى ورمضان كريم المدفع. وده انا عايزه اسيب ذكريات حلوه لرمضان مع اولادي وهما صغيرين كده، واحسسهم بدخول رمضان. السبعه من دول ب10، لانها تبقى هي عامله زي الفوم بلاستيك، مش بلاستيك بس فوم. وجبت كمان ده مغناطيس ثلاجه، بس ابني طبعا يعني ربنا يخلوني طبعا بهدل الدنيا، شالهم رماهم، فانا حطيتهم هنا في الكيس ده. وده برضو كده ده كده كده، وبتوقفي كده على المطبخ بتاعك. كيوت بوجي وطمطم دي ب7 جنيه ونص. انا مش حابه افور قوي، كل سنه بتجيبي حاجات وكل سنه بتجددي وتطوري. وطبعا تحت دي الخياميه بتاعت رمضان، كانت عندي من السنه اللي فاتت، كانت عندي موجوده من السنه اللي فاتت. حطها فوق كده. ده مفرش رمضان عليه بوكي وطمطم، وعليه بنانيس، وعليه الاشكال بتاعت رمضان. وعندي ده الخياميه كلنا عارفينه، مفرش ترابيزه اهو. وكان عندي مخده من السنه اللي فاتت، كيس مخده، هما 2 بس انا بصراحه مش لاقيه التانية. انا كنت جايبه واحده ب25 جنيه بس، دي القماش دي عليها مش عارفه ده اسمه ايه، بوجي وطمطم ورمضان كريم اهو. اهم حاجه الكفته ده، انا هقول لكم سعرها لما امسك الورقه. الكفته اللي هو بتعملي فيها الكفته الشيش طاووق بقى، بدل ما بتجيبي العصيان وبتستخدمي العصيان وبعد كده بنرميها الخشب، بس طبعا دي ما بنعملهاش هنا، لازم دي اكيد هنستخدمها. اعذروا الصوت، بس احمد ابني يعني قايم بالواجب معنا بسم الله الرحمن الرحيم. ده مغناطيس نفس الشكل اللي انا وريتهولكوا، بس ده اللي احمد ابني اللي هو بوظه التاني اهو. جبت دول ب27 جنيه ونص. دول بقى للتمر والحاجات اللي احنا اللذيذه اللي احنا بنحبها دي، اللي هي العين الجمل بقى، ممكن القراصيه المشمشيه دي ب27 جنيه. خشب ما هياش تقيله قوي على فكره، بس ده الطقم بتاعها اللي هو ده كده. كان في لون الخشب ده غامق، ده شكل الجامع يعني، بس انا ما حبيت جبت الفاتح بحيث ان هو بينور، وهينور الحاجه اللي انت اصلا هتحطيها وهتستخدميها. وجبت الكيوتا القمر دي ب27 جنيه برضو، دي دبل فيس كده، ومعاها كلمة رمضان كريم كده، ومعاها بقى النجوم القمر دي ورمضان كريم. هوريكم كل حاجه بقى بعد ما تتعلق. بصراحه مش هعلقها معاكم علشان انا معايا اطفال، هعلق والعب مش هلعب يعني اللعب. عشان
كده نشيل الحاجه دي كده ونشيل الحاجه دي. بصراحه انا دي بقى مقصوصه كده، انا جبتها كنت محتاجاها للمطبخ زي ما قلت لكم. انا بجيب الحاجه اللي انا محتاجاها. دي الطبله ب10 جنيه الواحده، جايباها لاحمد ولرحانه عشان يطبلوا فيها في رمضان. كده يلبسوها كده. مامي يا كده. مامي يا مامي. انا اللي هطبل بيها والله العظيم. رمضان كريم على بيجي بطمطم. حال خليك تعملها بس مش اصبر. وجبت لهم معايا الكيس التاني في ايه؟ ده طقم السكاكين انا كنت محتاجاه. ثواني بقى عشان نصور. طقم السكاكين انا كنت محتاجاه للمطبخ. ودي حاجه للكيكه او لكده. انا قلت لكم انا وانا بجيب الحاجه جبت الحاجه اللي انا ممكن احتاجها في نص رمضان. الفانوس اللي انا كنت موريه لكم الاول ده كان بتاع السنه اللي فاتت، بس احمد حبيبي قام بالواجب بتاعه. ده كان بتاع ريحانه، مش عايز يفتح. واحد لاحمد واحد لريحانه. وده بايد نور. رمضان كريم. الفانوس الواحد عامل 37 ونص. ودي كانت عامله 29. وجبت الاستندات دي، الواحد كان عامل 14 جنيه ونص للمطبخ وكده، للحاجه اللي احنا بنحب يعني اكل وكده، الصوصات بقى والسمبوسك الجلاش، حطي فيها اي حاجه. دي كده اول حاجه، مش اول حاجه يعني، اول حاجه بقى في بدايات اللي زي ما انا قلت لكم الفانوس كان عامل 37 ونص. واشيل ده كده على جنب. بصوا انا اول ما عملت الفانوس هوريكم شكل احمد ابني. مبسوط جدا بالفانوس، بس ريحانه على فكره نايمه. ريحانه بنتي نايمه مش معانا دلوقتي. نكمل بقى. نيجي على الحاجه الثانيه. انا جبت بصوا بس كفايه بقى كده ماشي. لسه اهدى دلوقتي. انا جبت طقم الكوبايات. لا استنى يا احمد. بصوا بقى كان عليه حاجه رمضان. انا كنت محتاجه طقم كوبايات اصلا للمطبخ عشان ما كانش عندي، فجبت دول. ثواني عشان بس هي مش موجوده على الكاميرا معلش. اهو جبت لنا دول للمطبخ. شاي بقى اي حاجه. زي ما قلت لكم انا جبت الحاجات اللي كنت كمان محتاجاها، وفرحه بمناسبه رمضان هحط الحاجه كلها في رمضان زي ما دايما بنفرح بحاجه في العيد. وجبت الطقم ده، طقم الشباك ده، ودي كوسترات برضو. المفروض ان في منها كمان واحده بس بصراحه مش عارفه هي فين دلوقتي. كنت جايبه منها واحده لا اله الا الله وحده لا شريك له. جبت الشكل ده الكيوت الحلو ده. وجبت كمان شباك العصير دي احط فيها الكاسات الكنافه بالمانجا او بالفراوله زي ما بتحبي. جبت دول برضو، دول انا كنت محتاجاهم للمطبخ، حاجات انا محتاجاها احتياجي للمطبخ. وجبت كمان دول الطقم ده. بس احمد ابني برضو فتحه من العلب بتاعته، لعبوا في الحاجه. دول الكيوت دول طقم التوابل. انا جايبه منه طقم، جايبه 6 اشكال كتير واحجام مختلفه، في منهم الكبير وده عندي اصلا مش محتاجاه الكبير لانه كده عندي. تعالوا بقى نخش نشوف الحاجه دي كمان. دي كده خلاص.
خليكم معايا ثواني بس. تعالوا نشوف بقى الحاجه التانية. دي زينه رمضان برضو هعلقها، بس دي في اوضه احمد وريحانه. انا هوريكم انا هعلق ايه في الصاله. انا جايبه من دي 2 على شكل فوانيس رمضان وكده، هعلقها لاحمد وريحانه في اوضه الاطفال بتاعتهم. جبت كمان العبوه دي. بصوا بقى دي في منها اشكال وانواع. دي ب175 جنيه. ميد ان شين، صنع في الصين. بصوا بقى دي في منها ب125 مش ب175، الفرق 50 جنيه. بس انا طبعا الفرق 50 جنيه ده شيء خرافي، شيء روعه. يعني يبقى في فرق 50 جنيه. انا اولى. بس البلاستيك بتاعها ده بلاستيك، النوع التاني بلاستيك مش بلاستيك. دي ماتيريال بتاعتها كانت كويسه بصراحه. وانا جايبه منها اللي هي النجوم، كان في النجوم بس. انا حبيت اغير عن رمضان السنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت انا كنت معلقه زينه رمضان، زينه ورق. وبرده الحاجات انا استخدمتها بتاعت السنه اللي فاتت. والحاجه دي برده لما انا اخلصها هستخدمها، هعينها. انا بحاول بس يا احمد اعذروني على الصوت، بس طبعا ده طفل وفرحان بالحاجه. وانا اصلا زي ما انا بقول لكم انا بحاول يعني اخزن الذكريات. التابيل بتاعتي معموله وانا مش عارفه. ذكريات. بس وطي صوتك. ذكريات لاولادي، غير عايزه ارسخ معاهم الذكريات الحلوه اللي تحببهم في رمضان. الروحانيات اللي غايبه عننا. رمضان مش اكل ونوم وسهر ولعب صواريخ في الشارع. روحانيات رمضان لا غنى عنها. الحبل ده تعبني بامانه. مش عارفه انا كده اصلا بفكه صح ولا غلط، بس هو متقفل، يعني متقفل اهو كله. حلو متقفل في كل حته فيه اهو. بصوا زي ما انتم شايفين كده، كل حته فيها لقيته كده. حته حلو دي يا ماما. حلو. ما انا هفتح بس لما لما اجهزه يا احمد. مش عارفه خالص. انا مش شايفه من اوله من اخره. كل حته بصي زي ما انت شايفه كده. يا ماما ودي. انا لعبته تقريبا، مش عارفه بصراحه، مش عارفه. تقريبا اتلعبت مني. اتلعبت مني خالص. هو بصي لو انا حطيت الفيشه بتاعته زي ما انت شايفه كده. انا بقى هقعد افك انا فيه براحتي على مهلي بعد الكاميرا، بعد ما اخلص تصوير، وهوريلكم هو متعلق ان شاء الله. بس هو محتاج هدوء. وانا كمان عشان بس مش عايزه اطول عليكم الكاميرا، فانا هقعد افك فيه على مهلي واعلقه كستاره، لان دي يعتبر زي الستاره بالظبط. بصوا بقى، قبل اي حاجه هوريكم العلبه دي، واللي يشوف العلبه دي فحم. مش محتاجه افتكاسه يعني. بس انا جايبه الفحم ليه وهوريه دلوقتي ليه. اكيد جبت الكيوته دي. ايه الكيوته دي؟ هي ماسكه في الكيس. الكيوته دي يا ست هعمل كده واعمل كده وهعمل كده واطلع دي. كان نفسي فيها يا جماعه من سنين السنين، مش سنين يعني. حطيت كده واجيب الكيوته دي واحطها كده اهو. دي في منها اشكال. دي اللي انا بعشقه بقى. بس 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 دي كده زي ما احمد ما بيوريكم اهو كده كده.
ماما اعمل ليمون. وكده واقوم حاطه دي كده. انا عايزه اقول لكم بقى دي شكلها تحفه 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 تحفه. بصي انا كان نفسي اجيبها من زمان وجبتها عشان بس تدخل علينا رمضان. هوريها لكم من بعيد. بصي الطقم عامل ازاي. كل سنه وانتم طيبين. دي بصي بقى انا هحكي لك عن دي ومعاناتها معايا. دي يا ست الكل انا لما نزلت عشان اجيبها كان في منها بقى اسعار تخليكي تقولي انا مش هجيبها اصلا. ليه 900 وب1000 ومعلش احنا ال1000 جنيه دلوقتي ما عادش جايب حاجه خالص. 1000 ليه يا عم الحاج؟ 1000 900 و1000. دي بقى تتوقعي كده جبتها بكام؟ ب 300 جنيه. في ناس هتقولي دلوقتي 300 جنيه بس، ده ما حدش لاقي حتى 300 جنيه دلوقتي. انا عارفه بس انا كان نفسي اجيبها. كل واحد بيبقى نفسه في حاجات كتير يجيبها في بيته. كلنا نفسنا نجيب حاجات كتير، كلنا نفسنا نعمل حاجات كتير. ليه ما فرحش نفسي بحاجه ممكن تفرحني وتخليني مبسوطه وفرحانه؟ ليه؟ انا برضو نفسي افرح، نفسي انبسط، نفسي ابقى سعيده، نفسي في حاجات كتير اعملها لاولادي. لكن تعيني وتجيبي ولما ربنا يعينك ويقدرك دي لا. تمام. دي معاناتي مع دي. كان نفسي اجيبها بقالي كتير قوي. شفتي في ساعتها. هشيلها بقى وارجع لكم تاني. الكيس العملاق التاني ده فانوس كيبوت صغير. ده انا جبته ليا. دي الفاتوره طبعا. الكيس الفانوس القمر ده انا جايباه ليا انا، حطوها في المكتبه في الرف. دي شنطه للمشابك انا جبتها عشان الجردل اللي من المشابك احمد كان بيستعمله على انه يقف ثبت عليه ثبت، بيقف على الثبت. اكيد شفتي انت لما بتجيبي ثبت عشان تقفي عليه جردل بقى. المهم ان انا يا ماما هقف، يعني هقف هنتحر يعني بمعنى اصح. جبت حاجات بقى انا كنت محتاجاها ليا انا كده كاش في الشقه. جبت طقم الفانوس يا جماعه ده انا ما كانش راضي ايد معايا، هو رزعه في الحيطه في الباب بالشقه. جبت المشطات دي كيوت وشكلها حلو. جبت بصي بقى كان في منه البينك واللبني، بس انا ولا جبت ده ولا جبت ده عشان اوفق ما بين اللون ما بين الاثنين. تمام. الفرش دي لا فرشه الشعر الكبيره اللي انا هوريها لكم حالا دي ب25 جنيه. شنطة المشابك ب17 ب20 جنيه يا جماعة. تقريبا ب20 جنيه المشط دي. جبت الشمع الكيوت الحلو ده، ريحته حلوة، انا بحب اجواء الشمع. الشمع ده عامل ب12، كان ب6 جنيه ونص، دلوقتي بقى ب12 جنيه. كل حاجة غلت والله العظيم. جبت الطقم بتاع العسل الابيض ده ثواني ب13 جنيه ونص، دول 4. جو العسل بقى. تمام. كنت انا محتاجاه برضو. دول بقى انا جبتهم للمدخل اخيرا يا جماعه. زغرطولي عملت المدخل رخام، عملناه رخام. فانا جبت له المساحه الكيوت دي وجبت له الشرشوبه الحلوه دي لانه ما ينفعش يتكب على ميه كتير. تمام. فانا جبت له الحاجتين دول لاستعمال لي. انا عندي جردل المسيح بتاع الشقه فما بستخدموش، بس انا ده عشان بس بستخدم فيه. جبت شويه حاجات بقى اللي من ضمن مشتريات رمضان، بس مش كلها لان لسه ما كملتهاش بصراحه، بس هوريكم برضو بمناسبه ان الحاجه موجوده. انا جبت عين الجمل، وجبت لوز، وجبت بندق.
جبت سوداني متقشر، لان انا هتتسحل في الحاجات دي، لان هقعد اقشرها في يوم واحد. الهند والرز وعين الجمل ده هقعد اقشره واعمله في علب على الاستخدام على طول. بس يعني تمام. انا كنت عديت على السوبر ماركت وانا بجيب الحاجه، فجبت كام حاجه بس لسه ما كملتش بصراحه. انا جبت لمتنا مكرونه، لمتنا لازانيا، وجبت برطمان المربى، لان طبعا احنا هنبقى صايمين. هعود احمد يبدا يصوم لحد الظهر، بالتالي ان بعد الظهر لازم يكون الاكل في بعض من الاكل جاهز عشان هو ياكل، لان هو مش هيفضل صايم طول النهار. هو لسه عنده 5 سنين، لسه بادئ في ال5 سنين، بس انا هعوده من دلوقتي بصراحه عشان يتعود يصوم معايا رمضان. جبت له برطمان العسل ده عشان سندوتشات مربى، سندوتشات جبنه، سندوتشات كده، توست بقى، اي حاجه سريعه لحد ما نيجي ساعه الفطار او بالليل واحنا قاعدين. جبت اهم حاجه برطمان الطحينه ده، الاتاج الاميره. دي الفاتوره. في رسائل تنظيم. لا بصوا بقى، انا جبت حاجتين 2 بس مش دلوقتي. جبت اريال مسحوق غسيل بلمسه دون 6 كيلو ونص ب 284، بس دي انا جايباها من فتره بصراحه، من 3/9. كازيون عامل عروض على 6 كيلو ونص ب 200 وحاجه و50 و40 ب 248. فانت متخيله الفرق 40 جنيه حاجه و40 جنيه. لو انت ما عندكيش روحي اشتريه، اوفر ليكي. وفي رسائل تنظيف انا جبته يوميا ب 29 جنيه ونص، بس انا استخدمته بصراحه. الفحم ب 24 جنيه. انا جبت نور الملح، نور ملح ده عامل 7 جنيه ونص، حلو بصراحه. هقولك علبه المربى ثواني. تاج الاميره طحينه دي ب 39 جنيه ونص، 39 جنيه ونص الاميره. والميزان مربى دي ب 38 جنيه. فوتراج والميزان اسعارهم حلوه مش وحشه. ما كنا لمتنا ب 16 جنيه ونص. برطمان العسل الابيض مش عارفه، مش موجود هنا، مش موجود هنا، ما انا محاسبه عليه. بس ثواني. شايفاه عسل صنبي، عسل نحل زهرة ب 327 جنيه. العسل الابيض ده احنا طبعا هنستخدمه كتير. بصوا بقى، انا هقول لكم هو كام كيس نسكافيه موجود هنا. دي العروض بتاعت كازيون لما كنت انا هناك. انا ما عادش عندي نسكافيه غير 2 تمام، بس انا كنت جايبه 2 3 4 4 اكياس نسكافيه تقريبا، او 5 اكياس نسكافيه. خدت منهم 3 فضل 2. بعشق النسكافيه يا جماعه بصراحه، انا مدمناه. جبت الفانيلا. طبعا انتوا عارفين انا بحب اروح من هناك واجيب الفانيلا دي، فانيليا. الفانيلا دي كانت عامله، انا كنت جايبه 10 اكياس، كانوا عاملين 9 جنيه ونص، بس مش عارفه. تمام. جبت بقى بهارات ماجي عشان البهارات السريعه. طبعا انتوا عارفين ان احنا في رمضان. زي ما انا ما قلت لكم ان الاسعار دي انا ما جبتش كل حاجه في مره واحده، انا جبت حاجات على مراحل والله. والحاجات دي من 3/9، واحنا دلوقتي يعني اخر الاسبوع ده، احنا يوم الجمعه، يوم الاربعاء هنتسحر. بس انا كان عندي حاجات فما استخدمتهاش. جبت بهارات البرجر، الشيش طاووق، الكفته، الحواوشي، الشاورما، كيسين حواوشي. وجبت بهارات احمد اللي بيوريكم ان هو عمال بيطبل، بهارات كنور. بس دي المشتريات اللي انا جبتها. لسه ما جبتش حاجه الاكل لان لسه ما خلصتش، بس الواحد بيجيب على قده. والحاجه دي والله ما جبتها مره واحده، انا عارفه. وحتى التعليق اللي هكتبه على الفيديو ان هو كل واحد بيجيب حاجات رمضان يا جماعه وبنكلف، وناس بتقول حاجه غاليه ومش غاليه. انا كان عندي حاجات من السنه اللي فاتت كملت عليها بالحاجات اللي نفسي فيها. الحاجات دي انا بجيبها بقالي 4 شهور، بعين حاجه في حاجه وادبق من مصروف بيتي وبجيب. حاولي تفرحي نفسك، خلي دايما في ذكريات حلوه رمضان. انا عندي ذكريات جميله مع جدتي. لو وصلت لحد هنا بالله عليكي تدعي لجدتي ربنا يرحمها، وتكون ان شاء الله في الجنه. كانت اطيب الخلق والله،
وكان كل شهر في السنه دي كانت تفرحنا وتروح رمضان ارجع حج وتيجي وتجيب لنا بطاطين وحاجات جميله. ربنا يرحمها، انا قصرت في حقها، وتأنيب الضمير يا جماعه صعب جدا. فبالله عليكم لو حد عندك عزيز عليكي في البيت الحاجه الناس الكبيره دي يا جماعه والله يعني بجد ليهم روح وليهم نفس، ورب ما يقطع لنا عاده، وربنا يرحمها. دايما فاكراها وهفتكرها. ولو وصلت الفيديو لحد دلوقتي ما ارجوكي اشتركوا في القناه وفعلي زر الجرس وصلك مني كل جديد. احمد عايش اجواء رمضان، وانا هوريكم المنظر بعد وانا عماله اصور بقى ما وراء الكواليس. بصي 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 الشقه لسه بصي 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 حاجه بصي بصي بصي. ده ما وراء الكواليس. احمد واقف بالطبله اهو، ما وراء الكواليس. ربنا ما يقطع علينا حاجه، ورمضان كريم وكل سنه وانتم طيبين. هوريكم الاجواء بعد ما اصور، يعني بعد ما اظبط بقى، وهوريكم الصوره كده سريعه. وربنا ما يقطع علينا عاده يا رب، اللهم امين. مع الف سلامه.